حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب اللي موجود قدامكم على الفيديو. تمام. طيب يلا بينا كده نشوف خطوات الشخص اللي في بالك. ايه الخطوات اللي هو بيفكر فيها، او ايه الخطوات اللي هو هيعملها ناحيه العلاقه؟ بسم الله. طيب مبدئيا كده انا شايفه ان في رساله ليك بتقول لك كأن ده الوقت المناسب ان انت تبتدي ان انت تتحرك، او تبتدي ان انت تاخد خطوه، او تبتدي تعمل اللي لازم او اللي المفروض تعمله. تمام. تاخد اكشن. تمام. انت عندك القدوه، سوري، القدره، او ان انت قادر ان انت تبقى كرييتيف. عندك نجاح جاي لك، يعني اوريدي انت عندك نجاح دلوقتي، يعني النجاح ده جاي لك في الطريق. تمام. فشايفه ان انت هتمر بتغيرات جذريه، اشياء ايجابيه جدا جدا ناحيتك، ويعني عموما في طاقتك موجوده. تمام. فحاول ان انت تستغل النجاحات دي وتحولها ان انت تنجح فيها اكتر وتستثمر فيها اكتر. تمام. طيب زي ما قلت لك هتعمل حاجه كان نفسك فيها، هتعمل حاجه يعني هتمشي في اتجاه انت كنت عايز تعمله. ممكن حاجة كانت مضايقاك قوي هتبتدي ان انت تتخلى عنها، هتبتدي ان انت تعمل اتزان، لان ممكن الحاجة دي كانت مسيطرة جدا عليك وعلى طاقتك، مش قادر ان انت تنساها، مش قادر ان انت تتخطاها. فهتبتدي ان انت تعمل توازن، وتبتدي ان انت توازن امورك. تمام. لان الحاجة دي بسببها انت بعدت عن حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون حاجات انت بتحبها او عطلتك في حياتك عن حاجات. تمام. او كأنك كده في طاقة فوقان بتقول خلاص اللي حصل حصل، ايا كان ايه اللي حصل، انا هبتدي ان انا ابتدي اخطط لحياتي، هبتدي ان انا اخد خطوات، هبتدي ان انا انجح، هبتدي ان انا اركز في حياتي، هبتدي ان انا اتخطى اي حاجه ممكن تكون تسببت لي في مشاكل، او تسببت لي في اذى. تمام. يعني بمعنى اصح كده انت عايز تعيش حياتك، او بتحاول ان انت تعيش حياتك، بقى بتذاكر، بتتعلم، بتروح شغلك، بتعمل روتينك، بتخرج مع اصحابك، ايا كان نوع المشاكل ايه اللي موجودة. ف انت بتحاول ان انت تتخطاها. يمكن ده انت ما كنتش قادر تعمله قبل كده، او ما كنتش قادر ان انت تتخطاه، بس في الطاقة الحالية انت بتنسى الحاجة اللي مضايقاك، كأن اللحظات اللي عدت عليك دي انت عايز تنساها، لان هي وجعتك جدا وتعبتك جدا في وقت من الاوقات، وما كنتش قادر ان انت تتخطاها. فبالتالي انت في الوقت الحالي ابتديت ان انت تتشافى، وابتديت ان انت تتخطاها. تمام. طيب يلا بينا بقى نشوف طاقته هو فيها ايه. بسم الله. طيب كأن الشخص ده بيقول لك سامحني، يعني نفسه كده ان هو يترجاك. يعني كأن هنا في رسالة من الشخص ده بيقول لك سامحني، انا عملت حاجة، والحاجة دي انا عارف ان انت مش قادر تنساها، مش قادر تتخطاها. انا عارف ان انا كنت وحش معاك، فسامحني، لان انا مش قادر انسى ولا هنسى اللي انا عملته فيك، لان اللي انا عملته فيك ما يتنسيش. تمام. طبعا احنا لسه ما نعرفش ايه اللي هو عمله، بس شكله كده ايه، عمل فيك حاجة كبيرة، لان هو دلوقتي شايف او حاسس ان هو ابتدى ان هو يخسرك، او ان هو في الموقف الحالي خسرانك خسارة قوية جدا. آه، بقى شايف ان هو مش هينفع ان هو يكمل معاك، او بمعنى اصح انت لو عاتبته او وريته ان انت ازاي متضايق، فده هيبقى قوي جدا بالنسبة له، هو مش هيقدر ان هو يتحمل. تمام. طيب شايفة ان الشخص ده ممكن يكون كذب عليك في حاجة، كان مشغول عنك بحاجة، كان بيكذب عليك في حاجة، في حاجة مخبيها. آم، هو كان عايز يقوي العلاقة معاك، بس كان بيكذب عليك في حاجات، او كان بيلف ويدور عليك في حاجات، او كان يعني مداري عنك حاجات. تمام. فانت دلوقتي بقى عندك رغبة ان انت تبقى لوحدك، ان انت تتجاوزه. تمام. لان زي ما قلت لك انت لحد دلوقتي مش قادر تنسى اللي هو عمله معاك، وهو زي ما قلت لك عارف ان هو ظلمك، وعارف ان هو اذاك، يعني نفسه كده زي ما يكون، زي ما قلت لك، يقف بين ايدك ويقول لك سامحني على اللي انا عملته معاك، وعارف ان هو ظلمك، وعارف ان انت ليك حق عنده. آه
فشايفة إن هو بيفكّر جديًا إن هو يحاول إن هو يسترضيك، تمام، لإن أنا شايفة إن هو يعني عايش فترة صعبة جدًا، آآ وشايفة إن الوقت الصعب اللي هو بيعدّيه أو بيمُر بيه ده بسببك أنت، أنت السبب. يعني يمكن من كتر مثلًا ما هو كان عنده مشاعر ليك ويمكن ما كانش حاسس بقيمتها غير دلوقتي، فبقى دلوقتي آآ تعبان، مُكتئب، زعلان، حاسس إن هو ابتدى إن هو يخسرك، والمرّة دي بجد يمكن أنتم دخلتوا مع بعض قبل كده مثلًا في انفصال كتير، ولكن كان بيحس إن في أمل أو إن العلاقة لسه فيها أمل، ولكن في الطاقة دي هو شايف إن هو فعلًا ابتدى إن هو يخسرك ومش قادر إن هو يتقبّل ده، تمام، ومش ضامن ردة فعلك إيه، تمام، لإن أنا شايفة إن أنت مقرّر وواضح جدًا مع نَفْسك إن أنت عايز تبعد عن الكدب، عن الخداع، عن الألم، تمام، لإن كمان أغلبكم اكتشف سِر كبير جدًا الشخص ده ممكن كان مخبّيه أو كان معيّشك كدبة كبيرة جدًا، تمام، الشخص ده طبعًا تعبك جدًا، جرحك جدًا، أنا شايفة إن أنت متأثّر جدًا، أنت ما بينك وما بين نَفْسك بتقول ده بِجِح، تمام، يعني لإن هو مثلًا بيهينك، بيزعّلك، بيضايقك وبيطلب منّك إن أنت ما يبقاش ليك أي رَد فعل، فأنت خلاص أنت قفلت من ناحيته، يعني ابتديت إن أنت عايز يعني ممكن يكون أغلبكم مثلًا شِلتوه من السوشيال ميديا، أغلبكم عايز يشيله من حياته خالص، تمام، مش عايز لا هو يعرف عنّك حاجة ولا أنت تعرف عنّه حاجة، لإن أنا شايفاك إن أنت في طاقة قوة، تمام، لإن أنت شايف إن هو ما احترمش وجودك في حياته، لإن هو ما قدّركش، تمام، بس زي ما قُلت لك هو دلوقتي ابتدى يحس إن هو خسرك، تمام، فطبعًا ده مأثّر على طاقته بصورة كبيرة جدًا. وشايف إن هو لازم لأ، لازم إن هو يغيّر في شكل العلاقة اللي بينك وبينه، لازم يحسّسك بطاقتك، لازم يحسّسك بأهميتك، لازم يحسّسك إن هو هيبذل مجهود علشانك، تمام؟ بُص، بمعنى أصح كده أنت ابتديت تدّي للشخص ده درس ودرس كبير، تمام؟ وبالتالي فعلًا ابتديت تخلّيه إن هو يندم على كل حاجة عملها معاك، تمام؟ لإن زي ما قُلت لك هو دلوقتي حَس إن هو خسرك أو هيخسرك فابتدى إن هو يلوم نفسه على كل اللي هو عمله معاك، أنت زي ما تكون كده بتقول له إيه، فوق، أنا مش هافضل طول عمري تحت رحمتك، تمام، أنت بقيت في طاقة قوة، زي ما قُلت لك وزي ما ظهر لك في الأول إن أنت لازم تستغل الطاقة دي، ويمكن الشخص ده ما بيحبش اللوم والعتاب، بس أنا شايفة إن هو علشانك هيبتدي يدخل معاك في طاقة لوم وعتاب وكلام علشان يدافع عن نفسه أو يبرر موقفه، لإن هو شايف إن أنت غامض، مش قادر يفهمك، مش عارف يعرف أنت بتفكر في إيه، تمام؟ فعلشان كده زي ما يكون بيقول لك أنا هاحاول أبسطك، هاحاول إن أنا أرجّع العلاقة زي الأول، هاحاول أعمل الشيء اللي أنت بتحبه، أو هاعمل لك تصرفات تكون أنت بتحبها أو أنت عايزها، تمام، يعني فيما معناه إن هو هيحاول إن هو يعمل تغييرات في نَفْسه وفي العلاقة علشان خاطر يرضيك ويبقى معاك في العلاقة والعلاقة تمشي زي ما كانت الأول أو حتى كمان العلاقة تتحسن، تمام؟ طيب حبايبي دي كانت قراءتنا النهارده، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، باي باي.